ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء. النجاح بعد المعاناة من عام الأرجيلة لرائد أعمال بتركيا. قصة حقيقية لشاب سوري غير مصيره رغم كل شي. قصة جديدة من حكايتي وحكايتك. اسمي رامي من حمص. كنت أشتغل بمقهى صغير على أطراف المدينة. كنت جهز الأرجيلة ونظف الطاولات وأحياناً أطبخ بيض. قبل الحرب كنت أحلم إنه أفتح مطعمي الخاص، أكتب أفكار الوصفات على دفتر قديم وأرسم ديكور خيالي بسيط فيه أضوية صفرة وطاولة خشب قديمة. بس الحرب أكلت كل شي. خسرت أخي بأول قذيفة وتوقف المقهى عن الشغل وانقطعت الكهرباء وانقطعت الأحلام. بال2015 هربت من حمص للبنان بعدين على تركيا.